في فيديو النهاردة هنعمل كيكة شوكولاتة بسيطة وسريعة وطعمها يجنن، وهوريكم ازاي في خطوة واحدة تخلوها زي اي كيكة بتجيبوها من اي مطعم او كافيه. جربوها مع الشاي او القهوة، متأكدة انها هتعجبكم. كل المقادير بالتفاصيل هسيبها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو. قبل ما نبدأ، انا نسمة يسري ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوها انزلوا اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان توصلكم كل وصفاتي الجديدة. ويلا بينا نبدأ على طول. هنستخدم في الوصفة دي الكوب المعياري، ده بيكون شكله بيكون مكتوب عليه الساعة بتاعته قد ايه عشان الوصفة تطلع مظبوطة معاكم. هنحتاج 1.5 كوباية زبدة طرية. المقادير اللي هقولها لكم دي بتعمل 2 من قالب الانجليش كيك، هسيب لكم برضو التفاصيل في صندوق الوصف. هنزل عليهم 2 إلا ربع سكر، وهبتدي اضربهم كويس قوي بالمضرب، بياخدوا تقريبا 5 دقايق. لازم اللون يبقى فاتح وكريمي اعرف ان هي جاهزة. بعد كده هزود 6 بيضات متوسطة، معلقة صغيرة فانيلا، وهضربهم كويس قوي. بعد كده هحتاج 3 كوبايات دقيق، وعليهم معلقة كبيرة ونص بيكنج باودر، رشة ملح. هقلبهم كويس وابتدي انخل الدقيق بقى على الخليط. هقلب بالراحة لحد ما الدقيق يختفي. هنكرر ده كذا مرة لحد ما نخلص كمية الدقيق كلها. هزود بقى نص كوباية كاكاو خام وهنخلها برضو زي الدقيق. هنقلب كويس قوي بس بالراحة لحد ما كل الدقيق والكاكاو يختفوا. بعد كده بقى هزود عليها نص كوباية مية سخنة. المية السخنة بتديني القوام الفادجي اللي بيعجبنا في الكيك بتاع بره، بتخلي الكيكة ما فيهاش فراغات وقوامها غني وكريمي، تحسوا بطعم الشوكولاتة اكتر من العادي. هستخدم بقى قوالب الكيك دي، دهنتهم كويس قوي بالزبدة وغلفتهم بورق زبدة. هننزل فيهم خليط الكيك بس ما نملهمش للآخر، تقريبا 3/4 عشان لما تعلى في الفرن ما تطلعش من القالب. هيدخلوا فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 180. أخدوا تقريبا 45 دقيقة. بنختبرهم قبل ما نطلعهم بعود خشب. ده شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن. هطلعهم على شبكة، ممكن أغطيهم بفوطة نظيفة واسيبهم تقريبا نص ساعة لحد ما يبردوا خالص. في الوقت ده ممكن نجهز الجناش. هحتاج 200 جرام شوكولاتة أي نوع تحبوه، أنا استخدمت هنا شوكولاتة دارك. هزود عليها 200 ملي كريمة سخنة، بسخنها الأول قبل ما أحطها على الشوكولاتة. هنسيبها دقيقتين لحد ما الشوكولاتة تسيح من غير ما نقلب. بعد كده هقلبها كويس. شايفين قوامها؟ هنحط الكيك بقى على أي شبكة أو حاجة عندنا، وهبتدي أنزل عليه الصوص. نغلفه من كل الجوانب كده ونتأكد ان هو اتغطى كويس. هرش عليه شوكليت شيبس، تقدروا ترشوا مكسرات او ما تحطوش حاجة خالص. هدخله التلاجة نص ساعة قبل ما نقطعه. صبوا لنفسكم بقى كوباية شاي واستمتعوا. شايفين شكلها؟ اللي يشوفها ما يقولش ابدا انها حاجة اتعملت بسرعة وبسيطة وما فيهاش كل الخطوات دي، زي اي جاتوه بناكله في مطعم او كافيه. شايفين الكيكة فادجي وغنية جدا، لونها مليان شوكولاتة، الجناش طعمه حلو جدا ومظبوط مش مسكر قوي، بجد طعمها رهيب. وصفة سهلة ولذيذة، جربوها هتعجبكم قوي. بس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. أشوفكم الفيديو الجاي.